لماذا اليوم في كثير من البيوت هم مش دور الأب، كسرت هيبته، بتلاقيه قاعد منزوي ما حدا بيحثه، كسقط المتاع يعتمدون عليه بالتمويل المالي والاقتصادي فقط ومتطلبات الحياة. ليش يا جماعة؟ تقوى الله. والله لو عرفنا القيمة الحقيقية للأب لقبلنا التراب الذي يمشي عليه. أبوك أغلى من الروح والدم وأعذب ما ينطق به الفم. أبوك لن يكرره الزمن مرتين. أبوك هو الأمان الذي لا يعوض والركن الذي لا يسد مسده أحد، فلا الخال ولا العم ولا حتى الأخ يحل محله. أبوك هو واسطة العقد بينك وبين الله وهمزة الوصل بينك وبين رضاه، فتمسك بأبيك جيدا، فوالله إذا فقدته فقدت الطعم الحقيقي للحياة. فالله الله في شيبة والدك، الله الله في تجاعيد وجهه، الله الله في رقة عظمه وانحناء ظهره. والله ما الشيب والوجع وأنين الليل والضغط والسكر اللي فيه إلا لتنعموا وتفرحوا وتسعدوا بما أنتم فيه اليوم. من منا يستطيع تسديد فواتير وديون الأب؟ من؟ والله نعجز. لذلك استغلوا وجوده. ذات يوم ستدخل إلى بيتك ستناديه، لن تسمع صوته ولن تشعر بحنانه وأنفاسه وبركاته ودعائه. استغل وجوده.